السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ لبنى. وصفة اليوم عبارة عن بسبوسة اللي كتجي أكثر من رائعة وهائلة في المذاق وكذلك مميزة تقدموها للضيوف ديالكم وعلاش لا العائلات ديالكم. كنتمنى أنها تنال إعجابكم. إلى أول مرة كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناة. خليوا لي اقتراحاتكم وتعاليقكم تحت الفيديو. غادي نخليكم مع المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال الشربات أو القطر كنحتاجو فيه الأول حاجة الكأسين العنبة من الماء ما يعادل 150 مليلتر لكل كأس، كأسين صغيرين من سكر سنيدة اللي هو السكر الخشن ما يعادل 100 غرام، ملعقة صغيرة من رحة اللوز، ملعقة صغيرة من ماء الزهر، وملعقة صغيرة من عسل الحامض. اول حاجه غادي نجيب واحد الطنجره اولا كاسرونه داكشي اللي متوفر عندكم خدموا به. غادي ندير فيه السكر هو الاول، السكر سنيده اللي هو السكر الخشن. من بعد غادي نضيف الماء عادي ديال روبيني. ثم ملعقه صغيره من عسل الحامض. بالنسبه للحامض انا خديت غير نص حامضه وعصرتها. ثم ملعقة صغيرة من ماء الزهر، وهاد ماء الزهر كيعطي واحد المذاق رائع في هاد القطر اولا الشربات. وفي الاخير غادي نضيف ملعقة صغيرة من روح اللوز. وتبارك الله هذا روح اللوز كيعطي حتى هو طعم لذيذ في هاد الشربات. وهاد القرعة هادي كدير 6 ديال الدراهم، 6 دراهم، وكتبقى مدة اطول يعني وعلى حسب الاستعمالات عاوتاني. صافي كيف ما شفتوا حركت جميع المكونات. غادي نديرو فوق البوطه حتى نشوف، غادي نبقى نحرك حتى نشوف بان السكر داب. صافي ملي غيذوب ليا السكر غادي تبدل في نفس الوقت اللون ديال الماء. غادي نشوفوا يعني اللون ديالو غيولي على شكل بحال ذهبي، وفي نفس الوقت يتكون واحد الفقاعات. من بعد ملي يذوب ليا السكر ونحصلوا على واحد اللون يعني مغاير على اللون الاول ويكونوا حتى الفقاعات، غادي نحسب ليه 10 ديال الدقائق. صافي ونحيدو من على البوطه والنار تكون ما مجهده ما متوسطه يعني عاديه. صافي ملي غادي نحيدو من على البوطه غادي نديرو في شي بلاصه نحطو فوق البوطاجي وما حدو هو كيبرد وكيدفى وفي نفس الوقت راه هو كيتقال. انا هنايا غادي نخدم وغادي نقول المقادير في نفس الوقت. اول حاجه كنحتاجو 200 غرام ديال الزبده اللي تتكون دايبه، ثم 100 غرام من بودره اللوز. هاد بودره اللوز انا خدمتها في الدار وان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو ديالها في القريب على القناه. وراه هي سهله جدا وغير متعبه. ثم غادي ندير علبة ديال الحليب المركز المحلى اللي الوزن ديالها 395 غرام. غادي ندير غير النص ديالها ما غاديش نديرها كاملة. صافي ومن بعد غادي نجيب واحد الملعقة خشبية وغادي نخلط هاد المكونات الأولية. من بعد ما خلطت المقادير الأولية غادي نضيف كيس من خميرة الحلويات اللي الوزن ديالو 8 غرام اي بيكين باودر. وإلا كنتو كتستعملوا الخميره ديال العبار ديروا غير معلقه صغيره، انا هنا درتها كامله. صافي وغادي نخلطها مع المقادير الاوليه.
ثم غادي نضيف 320 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالبغرير وبالحرشه، ضروري ما تعبروها، 320 غرام. ثم كأس العنبة من الماء، ماء عادي ديال الروبيني ديال الصنبور، نخويه بشويه بشويه اولا كامل صافي، ونخلط جميع المكونات حتى نحصلوا على واحد القوام ما ثقيل ما خفيف. وهذا هو القوام ديال البسبوسه اللي خاصنا نحصلوا عليه. بالنسبه للمول اللي غادي ندير فيه البسبوسه، القياس ديالو 24. كيف ما شفتوا انا دهناه بالزبده وخويت فيه الخليط ديال البسبوسه. اللي عندها الفران ديال الضو ديرو على 180 درجه، وبالنسبه لمده الطهي ديالها كتاخد 35 دقيقه، واللي عندها الفران ديال الغاز يعني طيبها بحال الكيكه عاديه. ودابا ملي طابت ليا البسبوسه غادي نسقيها بالشربات اولا بالقطر من بعد ما برد ودفى، وفي نفس الوقت القوام ديالو ثقال، ضروري خاصها ضروري تسقى كامله بهاد الشربات. كيف شفتوا ها القوام ديال الشربات كيف ولا صافي. من بعد ما غادي نسقيها كامله غادي نخليها حتى تشرب، نخلي البسبوسه تشرب هاد الشربات هذا صافي، ونرجعوا ان شاء الله. وفي هذه المرحله غادي نقسم البسبوسه على النصف، وكل نصف غادي نقسمه على شكل طولي، يعني نفس الطريقه بحال هكا كيف ما موضح، يعني كل نص غادي نقسمه على شكل طولي. وكيف شفتوا راه دغيا شربات القطر اولا الشربات اللي انا درت. وفي نفس الوقت انا تنقسم وانا تنمسح في الموس، وضروري ما الموس اولا السكين يكون ماضي. ومن بعد غادي نقسم على شكل معينات اللي كيعطي واحد المنظر جميل في هذه البسبوسه. وبالنسبه للوز انا خديت اللوز وغليته في شويه ديال الماء وحيدت ليه القشره ديالو وحمرته في الفران، يعني ما قليته ما حتى شي حاجه. هذه اسهل طريقه، وفي نفس الوقت ما يعني الا قليناه غادي يتشرب لينا الزيت. اللهم يعني نحيدوا ليه القشره ديالو بالماء سخون ونخشيه في الفران يتحمر، راه هو كيتقرمل بحال مقلي، يعني تماما بحال مقلي، غير هو ما تيكونش مقلي بالزيت. يعني انا خديت غير اللوز، وملي حيت ليه القشره درت من فوقه العافيه صافي حتى تحمر ليا، وانا راده ليه البال حتى تحمر وخرجته. وكيف شفتوا بديت كندير كل لوزه فوق كل معين، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد البسبوسه هادي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي كتجي اكثر من رائعه. جربوها وردوا عليا الخبر، يعني كتستحق انكم تجربوها، كتجي روعه روعه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.